لا يوجد حديث صحيح واحد عندنا أهل السنة تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبض يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. اللي موجود في البخاري: كنا نؤمر بوضع ميامننا على مياسرنا أو أيماننا على شمائلنا في الصلاة. كنا نؤمر دي لمين؟ بيقول لك أبو حازم يقول لك شكلها كده من النبي. لا، هي شكلها من عمر. كنا نؤمر يعني من عمر، إنما لم يكن أمرا. لأن الميزة عندنا في آل بيت رسول الله إيه؟ الميزة إن إذا أنت حب حد يكذب على علي ينط الحسن يقول تصحيح. إذا حب حد يكذب على علي والحسن يخش الحسين يصحح. إذا حب حد يكذب على الثلاثة يخش زين العابدين يصحح. إذا حد يكذب على الأربعة يخش الباخر يصحح. إذا حد يبقى إذا دائما في عملية تصحيح مضمونة. يبقى دي نقطة في غاية الأهمية، عملية التصحيح داخل أهل البيت والكذب على رسول الله. ما هي لما يجي حد يكذب على النبي أروح لعلي أقول له: يا سي علي، بيقولوا النبي قال كده. ما هو مرة الإمام علي ده موجود عندنا، الحديث ده في صحيح البخاري. مرة علي قال إيه؟ هات لي يا ابني مية أشرب. فراح شارب وهو واقف، فقال: أصل هم بيقولوا إن النبي نهى عن الشرب واقفا. طب خليني أشرب وأنا واقف. يبقى علي كأنه بيصحح ده كذب على النبي أن النبي نهى عن الشرب واقفا، والدليل أنا هفرجكم واشرب وأنا. لذلك أنت تلاحظ الباكستانيين اللي معاشرهم تلاقي الباكستاني واقف كده على حيله، وساعة ما يجيب المية يقوم نازل بيفكر إن دي سنة المسكين. طيب شفت بقى علي بن أبي طالب حتى حظه أسود أهو. يعني حتى موضوع الشرب واقف وفي البخاري مش في أي كتاب تاني. يعني إذا علي بن أبي طالب في البخاري شرب واقف وبيقول أصل هم بيقولوا إن النبي نهى عن الشرب واقفا، مش دي كانت تكفي؟ بقى في احترام لعلي. أنا عايز أفرجكم بس. طب والله لو ده عمر لكانت طارت عبر الأسير ما اختلت عند مسلم، أعني من أهل السنة. إنما لما بقت علي وفي البخاري وفي كتابك اللي انت بتؤمن بيه وعلي بينبه ان ده كذب على النبي ما حد سمع، يبقى شفتوا بقى الحب على علي نصب ولا مش نصب؟ نصب بقى، نصب اللي هو كروكنس، يعني مش نصب يعني اللي هو مناصبة العداء. يعني بينصبوا على الأمة بحب علي.